السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم عندنا درس جديد على قناة فلسطيني، هو عن كيفية إرجاع شريط المهام. طبعا في طرق متداولة على الإنترنت على عدم نجاحها، يعني على كلوك ارقص هذه الخيار، على keyboards and languages change keyboard زي هيك مثلا تار. يلي يعني ما بتزبط معه هذه الطريقة، يلي عمل زي هيك وما اجت خليها هيك. يلي عمل هذا الخيار الثاني وما اجت برضو يتبعني. هذه الجملة الصغيرة سوف اضعها اسفل المقطع كما تلاحظوا هنا. مجرد ان تكتبها وتضغط هنا نظهرها من هنا عشان نظهرها. زي ما شايفين، يعني بس تحط هيك وتظهر اللغة. وإن شاء الله يكون الشرح عجبكم. لا تنسونا من لايك وسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.